بقالي شهر تقريبا بعاني من مرض غريب جدا لدرجة اني اطلقت عليه اسم لعنة كرسي ايكيا. طب وده ايه علاقته بجرثومة المعدة؟ كملوا معايا للاخر وهتعرف. من شهر بالظبط بدأ معايا الاعراض وبتظهر اول لما اقعد على كرسي ايكيا. هو الكرسي مريح وراجع ومايل لورا. الاحساس كأن حد بيشنقني وبيضغط على حنجرتي بقوة. ألم فظيع لدرجة ان المسكن ما كانش جايب نتيجة خالص، والألم ده بيمنع من التنفس كمان، وبحس بغثيان، وكمان الألم واصل للأنف والجمجمة كلها. وأول لما أقعد على كرسي تاني غير كرسي إيكيا يختفي الألم خالص. قبل أسبوع الألم أخد شكل تاني خالص، تشنجات مؤلمة جدا ولسعات كهربائية وانقباضات في عضلات الرقبة والذراعين والساقين. الموضوع بقى هيصة خالص وفلت مني، وكل الأعراض بتبدأ حرفيا بعد 10 دقايق بالظبط من الجلوس على كرسي ايكيا، لدرجة ان خفت اروح لدكتور لا يقول لي انت مجنون ولا حاجة جاي تهزر معايا، كرسي ايه ده اللي وجع لك رقبتك؟ فقررت ان اروح لدكتور صديق هو عنده معمل ودايما بلجأ له في المواقف الصعبة، وشرحت له مشكلتي كلها واستغرب طبعا. مرض ايه ده اللي اعراضه كلها بتشتغل بعد الجلوس على كرسي ايكيا؟ وليه ما بتشتغلش لما بنام او لما بقعد على كرسي تاني او لما حتى بشتغل وبمشي؟ ففضل يفكر معايا واقترح عليا اننا نعمل تحاليل لكل الجسم عشان ننفي ان مفيش اي مرض تاني. ظهرت نتائج التحليل بعد كام يوم والجسم كله كان سليم. الدكتور صاحبي فضل يفكر معايا وقال لي حاجه غريبه قوي. قال لي بقول لك ايه، ما تاخد حاجه للحموضه. قلت له حموضه ايه؟ انا ما عنديش اي حاجه بتوجع بطني ولا حاجه. قال لي جرب بس، ممكن يبقى هو دي فيها الشفاء. المهم جربت، اخدت علاج للحموضه وانا من جوايا مش مقتنع اصلا، وفي نفس اللحظه كانت التشنجات راحت، كل حاجه راحت، الوجع كله راح، اختفت كل الاعراض. اتصلت فورا على الدكتور صاحبي وقال لي كده كان في ارتجاع مريء بسبب جرثومة المعدة، لازم تيجي تحللها ولازم تاخد علاجها. شاركوني بقى تجربتكم مع جرثومة المعدة، عملتوا فيها ايه في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك.